أشهر البدع التي تقع في شعبان ما يسمى بالشعبانية، وهو مولد واجتماع واحتفال يقيمه أهل التصوف ليلة النصف من شهر شعبان، ويسمونها بالشعبانية. وهذه من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهم يبالغون فيها مبالغة كبيرة، حتى إني كنت أسمع وأنا صغير، كنت أحضر بعض الموالد لهم وهم يقولون: إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم الذي يقطع فيه كل أمر ويبرم، الذي يقطع فيه كل أمر ويبرم. وهذا كلام غير صحيح، هذا باطل مناقض للقرآن. فالليلة التي يقضى فيها كل أمر حكيم ويبرم هي ليلة القدر، وليلة القدر جزما أنها في رمضان، لقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولقوله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فدلت الآيات الكريمات أن ليلة القدر في رمضان، كما دل على هذا أيضا كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة، وأنها في العشر الأواخر. فمن أين لهم أن ليلة القدر في النصف من شعبان، وأنه يقضى فيها كل أمر حكيم ويبرم؟ هذا من بدع الصوفية، هذا من بدع الصوفية.